وإنك ستبتلى. لابد من البلاء، ولابد من التمحيص، ولابد من القهر لكي يبدو المحزن الأصلي للناس، لكي يبين الحق في صورته الأظهر. قال أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. لا بد من البلاء. قيل للإمام الشافعي رضي الله عنه أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. هذه حقيقة واقعة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. لابد من البلاء، ولابد من التمحيص، ولابد من القهر لكي تستخرج المعادن، لكي يبدو المعدن الأصلي للناس، لكي يبين الحق في صورته الأظهر. أحبتي في الله، قال له وإنك ستبتلى. طالما صرت الأفضل فسيصيبك بلاء. لابد